في تطور مفاجئ، كشفت تقارير عالمية عن تراجع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. والإعلامي الرياضي الموثوق جيرارد روميرو أكد على أن كل شيء وارد في مستقبل ميسي بعد تراجعه عن قرار تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية، والذي ينتهي في 30 من يونيو 2023. وهذا الخبر منح الأمل إلى نادي الهلال الذي قدم عرضا رسميا إلى الأسطورة الأرجنتينية لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الصيف القادم مقابل 300 مليون يورو 1.2 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد. ومن ناحيته وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل صدمة إلى جماهير نادي الهلال في صفقة ميسي على الرغم من تصريحات روميرو، وطالب المريسل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر جماهير الزعيم الهلالي بعدم تصديق روميرو بشأن رفض الأسطورة الأرجنتينية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان. واستشهد الإعلامي الرياضي بتصريحات روميرو عن تواجد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر في إسبانيا خلال الصيف الماضي للتعاقد مع النجم البوسني ميراليم بيانيتش متوسط ميدان برشلونة وقتها، والذي انتقل فيما بعد إلى الشارقة الإماراتي للتأكيد على كذب أنباء تراجع ميسي عن التجديد للفريق الباريسي. وأكد عبد العزيز المريسل على أن ليونيل ميسي جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وأن الإعلان الرسمي مسألة وقت فقط. ومن ناحيته أيد الإعلامي العالمي فابريزيو رومانو تغريدة المريسل حيث أعلن اتفاق ميسي مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، وأن اللاعب لن ينتقل إلى السعودية في الصيف القادم. جدير بالذكر أن ميسي انضم إلى العملاق الفرنسي في صيف 2021 قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.